السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتي وقناتكم حبي نفسك واهتمي بيها. النهارده هنعمل هريسة الشطة. ناس كتير طلبتها مني. الهريسة دي طبعا بنحتاجها لما بنعمل سمك او بنعمل بتنجان، بنحب نحط عليه شوية من الهريسة. هنعمل حبة كده، وانت لو عايزة اكتر ممكن تجيبي وتخزني. طبعا هو في السوق لقيته ب15 جنيه. طبعا بيغلى اكتر من كده بكتير. لو انتي لقيتيه بالسعر دوت في السوق هاتيه. هنحتاج ايه؟ هنحتاج الفلفل الاحمر ده نص كيلو. نحتاج بتاع راس صغيرة من الثوم ومعلقتين من الملح. هنبدأ بقى نلبس جلافز عشان نقطع الفلفل، عشان تخلي بالك من الشطة دي حامية جدا، لانها لما بتدخل ما بين الضوافر بتبقى صعبة جدا، فلازم تلبسي جلافز. بنبدأ نمسك الفلفلية كده ونقطع الحتة الخضراء اللي فوق دي كده، ونقطع الفلفلية 2 ونحطها في الكبة. هنخلص الكمية كلها ونرجع لكم تاني. خلاص قطعنا الكمية كلها. هنحط الفصوص الثوم والملح. ده يقعد عندك كده من السنة للسنة في الفريزر. ونبدأ نضربه. ضربناها لحد لما فرمناها بالطريقة دي. هنبدأ نحطها في اي علبة عندك، عشان الزيت ده اولا مادة حافظة. تاني حاجة لما تيجي تطلعيها من الفريزر تبقى طرية، ما تبقاش مجمدة اهو. وتسيبيها عندك بقى تقعد كده بالسنة. طبعا انا هحطها في بطرمانات، في علبة والباقي هحطه في بطرمان. تعملي بقى سمك، تعملي بتنجان، يبقى يسهل عليكي الموضوع وحاجة جميلة جدا. لو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.